السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير طبعا. انا كنت غايبة عنكم بقالي فترة فرجعت بقى معاكم. عاملين ايه طبعا في الوضع الصعب اللي احنا فيه؟ بجد وضع صعب جدا جدا. انا حبيت اطلع كده معاكم في فيديو ونحكي مع بعض، يعني بجد الوضع صعب قوي. يعني الحمد لله ان في منصة اقدر اشارك فيها صوتي واوصل فيها رسالتنا جميعا. يعني احنا الاخوات العرب والمسلمات. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق الله العظيم. وللأسف الشديد يا أهلي وإخواتي في غزة، الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها ننشر ونوعي بعضنا بالأمور الفظيعة اللي ما بيتخيلهاش أي حد. يعني اللي بيحصل في أطفالنا ونسائنا ورجالنا في غزة وفي كل دولة عربية شافوا فيها ظلم وقهر وموت بدون أي ذنب. يعني بجد أنا أسفة يا غزة، أبكي على نفسي وأبكي على قلة حيلتي، ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صغيرون. كلام الله دايما بيدخل قلبنا وبيواسينا وبيهدينا، بيخلينا كده ما نفقدش الأمل وما نيأس. لقوله تعالى: ألا أن نصر الله قريب، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، ربنا ينصرهم نصرا عظيما، وتجعل كل اللي شافوه ودقوه بردا وسلاما على قلوبهم. مش ضروري تكون مسلم عشان تدعم القضية الفلسطينية، يكفي بس انك تكون انسان. فين الانسانية على اللي بيحصل ده؟ فين غزة؟ انا بحكي لكم والله في قلبي قهر وحزن كبير، ضيقة شديدة، والله مش بتحمل اشوف الفيديوهات اللي بتحصل في غزة. فما بالكم بقى بيوم هم اللي عايشين كل تفاصيلها. والله يا غزة، والله يا غزة ما هنتي، ولكن ما فيش في ايدينا غير الدعاء. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم انصر اهل غزة من الكيان الصهيوني. اللهم ثبتهم في الارض واجعل نار اعدائهم بردا وسلاما. قد ايه انتي قوية يا غزة، قد ايه بتعلمينا دروس في الحياة ما تعلمناهاش قبل كده. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. وبجد يا بخت اللي استشهدوا احياء عند ربهم يرزقون. انا حبيت كده اطلع اتكلم معاكم على اللي بيحصل في غزة. بجد الواحد بيشوف حاجات صعبة قوي، يعني ربنا ينصرهم يا رب. وحبيت كمان اعمل معاكم روتين كده. انا يعني حبيت اعمل روتين عشان اطلع اتكلم، ما انا هتكلم ازاي؟ وقلت بقى اعمل تنظيفات الشتاء. زي ما انتوا شايفين بقى كنت بغسل السجاد. النهارده بقى الفيديو معاكم ان انا هغسل السجاد وانشره. يعني روتين خفيف كده. كنت كل يوم باخد سجادة، يعني انا اصلا شغالة بقالي فترة في تنظيفات الشتاء. كل يوم باخد سجادة وبغسلها وبنشرها وتنشف بقى براحتها. فانا بدأت معاكم الفيديو، كان معايا هدوم جودي بنوتي طبعا. انتوا عارفينها، يعني لو متابعيني من زمان انتوا عارفينها. انا صراحة بقالي كتير غايبة عنكم فوحشتوني بقى وكده، فقلت اطلع كده اتكلم معاكم وافضفض معاكم. حطيت بقى دورة غسيل، الغسيل بتاعها حطيته في الغسالة، وحطيت اوكسي. طبعا اهم حاجة ما ننساش المقاطعة. المقاطعة يا جماعة، المقاطعة المقاطعة. يعني في بديل كتير جدا. يعني احنا كنا بنجيب اريال، تايد، فانيش، الحاجات دي تبعهم طبعا لازم نقطعها. انا بستعمل دلوقتي اوكسي. يعني الاوكسي بدل الاريال والفانيش والتايد. يعني يعني احنا نقاطع الحاجات بتاعتهم وماكدونالدز. فبجد يا جماعة في بديل مصري كتير قوي، يعني مش لازم نشتري حاجات بتاعتهم دي. يعني احنا ما ندفعش فلوس عشان هم يقتلونا بيها. يعني احنا بندفع فلوس عشان هم يقتلوا في اخواتنا. ندفع فلوس وهم يجيبوا اسلحة ويجيبوا حاجات. بجد يعني في بدايل كتير زي ما قلت لكم. وطبعا ما نجيبش بيبسي ولا كاكولا ولا سيفن ولا فانتا ولا كده. يعني في بدلها كراش. انا كنت جايبه اهو، هتلاقوني في اخر الفيديو جايبه بدل البيبسي والسيفن والفانتا كراش، حلوه ومصريه وحلوه، يعني مش وحشه. وفي حاجات كتير قوي، يعني مش عارفه افتكر. لما افتكر حاجه معاكم بقى في الفيديوهات الجايه هبقى اقول لكم اكيد. يعني انتم متابعين وكده. فهنا بقى كانت دورة الغسيل خلصت، فاخدت الغسيل. كان معايا شوية غسيل كنت منشراهم، لميتهم، وده الغسيل اللي طلع من الغسالة ونشرتهم. والسجادة طبعا بعد ما غسلتها كويس جدا سبتها في الحمام لحد ما اتصفت تماما تماما. يعني سبتها اتصفت خالص، حطيتها كده على طرف البانيو لحد ما اتصفت، وبعد كده اخدتها ونشرتها. يعني انا الناحية دي نشرت فيها الغسيل، والناحية التانية من البلكونة نشرت فيها السجادة. يعني انا كده على قد كل يوم باخد سجادة عشان ايه؟ اخلص بسرعة. والستاير طبعا انا كنت غسلاهم بقالي فترة وشايلاهم، يعني مستنية كده شوية وهركب الستاير. انا اصلا يعني شغالة في تنظيفات بقى الشتوية وكده. يعني اكيد احنا كلنا بدأنا بقى، كلنا ستات بيوت شاطرة وبننضف بيوتنا بقى وشاطرين. واي واحدة كده متأخرة زيي، يلا قومي كده تجدعاني وتشجعي معايا.
طبعا الواحد اصلا ملوش نفس يعمل اي حاجة، بس سنة الحياة بقى ولازم نشوف مصالحنا ايه. وهنا بعد ما كنت خلصت بقى كل حاجة وكده دخلت على الغدا. صراحة بقى يوم السجاد انا بتعب خالص بقى فما قدرتش بقى اطبخ وكده، فكان عندي طبقين البرجر ده برجر جاهز بجيبه، بيبقى موجود عندي في الفريزر. وقت ما ببقى عايزة اكلة سريعة، وبس وقت ببقى شغالة في الشقة زي ما بعمل كده في السجاد او اي حاجة مثلا ترويق عميقة، بطلع كده البرجر يا دوب بيفك شوية واحمره، وجنبه شوية بطاطس كده، وبنقضي اليوم ويبقى الحمد لله. وما الحمد لله كمان ما وقفتش في المطبخ كتير، وانجزت نفسي وانجزت حالي. وهنا بقى كان البرجر كنت بحمره، وبرضو كيس البطاطس ده بينفعني قوي، بدل ما اجيب بطاطس واقشر واقطع واغسل وكده، ده بينجز. واصلا كمان كيلو البطاطس ب20 جنيه. الكيس ده عامل 37 جنيه او 35 جنيه، فانا قلت ما فرقتش كتير يعني، وحلو بيبقى جاهز. وحمرت شوية بطاطس اهو، وهطلعهم على مناديل. انا عندي بنوتي بتعشق حاجه اسمها بطاطس كمان. فبحب كده اعمل لها بطاطس، يعني بدل كمان ما اشتري شيبسي وكده، بعمل بطاطس. طبعا مش صحيه بس احسن من الشيبسي. فهنا بقى طلعت كل كميه البطاطس اللي معايا وصفيتهم في المناديل. بجد كانت اكله سهله كده وسريعه وحلوه، وانجزت بقى في اليوم. وكمان كنت خلصت كل اللي ورايا بقى وكده، ونشرت السجادة ونشرت الغسيل، وكان عندي الدنيا رايقة برا في الصالة، فما كنتش محتاجة بقى اعمل حاجات كتير، فهي دوب الاكلة. والمطبخ برضو معايا نضيف وحلو، وانجزت بقى في اليوم. ومعايا كيس التوابل بتاع البطاطس ده بيبقى حلو قوي، بيخلي طعم البطاطس تحفة. فرشيت حبة كده منه على البطاطس، وخلى البطاطس حلو. وجبت برضو عيش الكايزر وفتحته، والمايونيز والكاتشب ودهنته كده من جوه. يعني هي ما حطيتش حاجات كتير قوي في الشندوتش، اللي هو بقى طماطم وكابوتش وكده. انا حطيت بس في الشندوتش المايونيز والكاتشب والبرجر، والله العظيم كان طعمه حلو. طبعا انت لو مش هتشتري البرجر جاهز كده، ممكن برضو تعمليه في البيت وهيبقى تحفة جدا، ويعني وحاجة برضو في البيت احسن وانضف. بتجيبي اللحمة المفرومة بتتبليها، شوفي البهارات اللي انت تحبيها ايه. وكده. وبعد ما تتبليها بقى بتجيبي غطا برطمان، او لو عندك المكبس بتاع البرجر هيبقى حلو برضو. وتقسمي بقى كل حتة كده في الغطا، وتطلع معاكي بقى بالقرص وكده، وتدخليها الفريزر شوية يجمد، وبعد كده بقى تحمريهم. وبجد سهل وتحفة جدا. اتمنى الروتين النهاردة يعجبكم، وتقولي لي ايه رأيكم. وما ننساش اهم حاجة كده، نكثف الدعاء لأهلنا في غزة، ان ربنا ينصرهم يا رب، ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب، وربنا يقف معاهم يا رب، ويثبتهم ويأيدهم. ودي الكراش اللي كنت بقول لكم عليها، والله بدل السيفن والبيبسي، وكانت حلوه حلوه جدا. هو اصلا الحاجات دي مش مفيده، بس انا الصراحه بحب الحاجات دي. بس كده، ده كان روتين النهارده. اتمنى يعجبكم، وتقولوا لي ايه رايكم فيه. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد تاني. ولو وحشتكم كده قولوا لي بقى ارجع معاكم وشجعوني. وما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل فيديو جديد. ومع السلامه.